بعد ما نزلت مصر وجيت، ايه رايك بقى في مصر دلوقتي؟ انا لو حكيت لك عن مصر، مصر اتغيرت خالص، بقى يعرفوا الاوفر سايز وبيعرفوا حاجات كتير. صاحبك اللي انت كنت مستني انك انت ترجع له بفروغ الصبر وترجع له وتشوفه، صاحبك بتاع الطفوله ايام ابتدائي، يوم ما ترجع ما تلاقوش. انا من كتر قعدتي قاعد في البيت ما خرجش، مفيش ناس في البلد، مفيش حد قاعد في البلد. مفيش ناس جات لك؟ هم قرايب اقول عادي، بس الناس الصحبه القعده بتاعت القهاوي تلاقي الشله ما عادتش موجوده. لقيت ناس عامله ازاي؟ هو بص، على العموم انت في اوروبا، اصحابي اللي هم كانوا بيشوفوني في الشارع بيتفوا على وشي وكان بيتكبروا عليا ايام الطفوله، دلوقتي بيجوا يسلموا عليا. اصحابي اللي حالهم هم ربنا كتب لهم انه يقعد في البلد، دول الناس اللي اعرفها من زمان بقى مجرد ما يشوفوني بيسلموا عليا. طب ليه بيعملوا كده بقى؟ فلوس يا صاحبي، انت راجل في اوروبا، هي اوروبا ايطاليا يعني احنا مخلين حاجه. هم مفكرين كده احنا في ايطاليا ان احنا عايشين وفلوس ودنيا، فجايين يصاحبونا، جايين يصاحبوا الناس، ما عارفينش ان احنا عشان القرش طبعا ما تلاقيش. صرفت قد ايه في مصر يا تيتو؟ وانا بصراحه لو حسبتها لك مش هتصدق، انا كنت نازل بمبلغ قلت هيقضيني، لما نزلت مصر ما قضانيش. ما فكرتش الكلام اللي بسمعه ان مصر اتغيرت والحاجه غليت غير لما اتاكدت لما نزلت مصر. اللي هو انا كنت نازل يعني ليا مش غليت الحاجه، ما غليتش قوي، غليت حاجات بسيطه يعني 20%، لا ده الحاجه غليت بالنص.